السلام عليكم. قبل ما تسالوا الفيديو ما تنسوش الاشتراك بالقناة مع تفعيل الجرس باش دائما توصلوا بكل ما هو جديد. الفنانة جميلة الهوني تكسب معركتها القضائية ضد طليقها الناجي وتنجح في انتزاع حكم غير مسبوق. إليكم التفاصيل. فقد أفادت مصادر مطلعة أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أصدرت يومه الاثنين حكما يقضي بإسقاط ولاية الممثل أمين الناجي على ابنه لصالح طليقته الفنانة جميلة الهوني، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها هذه الأخيرة قبل أسابيع لدى محكمة الأسرة بالرباط، التمست من خلالها تمكينها من إصدار الوثائق الإدارية الخاصة بابنها دون الرجوع إلى والديها. وفي ذات السياق عبرت الفنانة جميلة الهوني من خلال محادثة خاصة مع موقعنا عن سعادتها الكبيرة بعد انتزاعها حكما لصالحها يخول لها حق تدبير أمور ابنها الإدارية دون الرجوع إلى والديه، مشيرة إلى أن القرار سيكون بادرة خير بالنسبة للعديد من الأطفال الذين يعانون من نفس المشكل. كما توجهت جميل الهوني بالشكر الجزيل إلى القضاء النزيه الذي استجاب لطلبها قبل أن تعرب عن أملها كبير في تغيير هذا القانون بشكل نهائي بما يخدم مصالح كل الأطفال الذين يعانون من نفس هذه المشاكل. وكانت الفنانة المغربية جميلة الهوني قد قررت الخروج عن صمتها بعد سنوات من المعاناة وفق تعبيرها لوسائل الإعلام، حيث اتهمت طليقها الناجي بالإصرار على الوقوف في طريق مستقبل ابنها الدراسي وكذلك الرياضي، الأمر الذي أكسبها تعاطفا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سيما بعد أن أكدت أن طليقها لم يزر ابنه منذ سنة 2015، كما لم يلتزم بدفع النفقة المحددة قانونيا سوى مرتين وفقا لتعبيرها. من جهة أخرى عبرت الفنانة جميلة الهوني عبر حسابها الخاص كاتبة ردا على ما وقع بخصوص دعوى إسقاط الولاية على الأب، أي الأب غير مسؤول. اليوم اللي وقع هو واحد سوء تفاهم أو لبس في سماع الحكم بطريقة مغلوطة خلاني نخرج بخبر غير صحيح، عفوا ومعذرة على هذا التسرع من قبلي. فالبداية بغيت نشكر السيدة المحترمة القاضية بهذا الحكم بإعطاء الحق بإلحاق ابني بمدرسة البعثة الفرنسية، وهذا مطلب عانيت منه بسبب تعنت لمدة أكثر من سنة، وهذه بادرة خير أعتز بها، غير هو مازال الطريق طويلة. هذا الحكم عطاني القوة وخلاني نتشبت أكثر لنصرة هذه القضية. هذه القضية كبر من جميل الهوني ولا صفوان ولدي، هذه قضية عدد كبير من النساء الحاضنات في المغرب واللي صوتهم ما مسموعش بالمرة. غندق جميع الأبواب وغنمشي بجميع الطرق المشروعة عن طريق المجتمع المدني المغربي والترافع على دعوة إسقاط الولاية على الأب غير المسؤول واللي ما كيتحملش المسؤولية تجاه ولاده. الوقت اللي تكلمت فيه على هذا الموضوع كان مطروح للنقاش وأنا طرحته للعلن، حيث كاينين أبناء آخرين تيعانيو في صمت. المهم معركتنا طويلة وخاص القانون يتغير ويتماشى مع قضايا هذا المجمع اللي كنعيشو فيه، وكاينة قضايا أكبر من هاد الشي، وإلا ما بغيتوش هاد النوع من القضايا أصلا فخاص الآباء يتحملوا مسؤوليتهم تجاه أولادهم. التغيير ممكن، خاص غير شجاعة تسبق. وشكرا لكم على الدعم ديالكم، وشكرا حتى اللي ما يهموش الامر، ولكن راه اي واحد فينا يقدر يوقع له هذا المشكل. ممكن انت ولا انتي ولا بنتك ولا ولدك ولا اختك ولا خوك ولا شي واحد من الاقارب او غير.
الله يخليكم ما تلصقوهاش للدين، حيت بعيد ديننا على الظلم.